خدعوك فقالوا. الأدوية اللي بتستخدم أثناء فترة الحمل وبتكون آمنة على الجنين بالتأكيد بتكون آمنة على الرضيع أثناء فترة الرضاعة، والحقيقة غير كده خالص. فعليا في أدوية كتير الأم بتاخدها أثناء فترة الحمل وبتكون آمنة على الجنين، ده لأن هي مش بتعدي المشيمة، فبالتالي ما بتوصلش للجنين وما بتأثرش عليه أي تأثير سلبي. بس ده مش معناه إن نفس الأدوية دي لو استخدمتها الأم أثناء فترة الرضاعة إن بتكون آمنة على البيبي، لأن الأدوية دي ممكن تنزل في لبن الأم وممكن تسبب مشاكل للبيبي زي الاسبازمودايجستين. الأم بتاخده أثناء الحمل ما بيعملش أي مشكلة لأنه ما بيعديش المشيمة. تيجي نفس الأم دي وهي بترضع يجي لها شوية مغص تاخد الاسبازمودايجستين، تنزل المادة الفعالة اللي اسمها الداي سايكلومين توصل للبيبي لأن هي بتنزل في لبن الأم تعمل له مشاكل عصبية وتشنجات. الصح إن الأم ترجع للدكتور المختص وتسأله إيه الأدوية الآمنة على الجنين أثناء فترة الحمل، وإيه الأدوية اللي بتكون آمنة على الرضيع أثناء فترة الرضاعة، لأن الاتنين مش واحد. كل يوم معلومة جديدة.